اليوم بغيت نحكي لكم قصتي باش حتى بنت ما طيحش في الفخ اللي طحت فيه. انا كنت واحد البنت اللي كان الحلم ديالي هو شي نهار نولي موديل، نولي مشهوره، بغيت نوصل لداكشي اللي كنت كنحلم به، ولكن بميساج واحد من واحد الانسان اللي ما كنعرفوش اصلا، ولكن دغيا ثقت فيه. تماك حياتي كلها تقلبات. غادي نحكي لكم كيفاش بدات القصه ديالي غير بميساج واحد، شويه بصوره عاديه، من بعد صور من خلال الحياه، وكيفاش تعرضت للابتزاز، للفضيحه، وحتى للتشرد. وغادي تعرفوا علاش هربت من دارنا اللي كنت عايشه فيها معززه ومكرمه، وما خصني حتى خير. حتى لقيت راسي كناكل من الدوار ديال الزبل. قصتي هادي ماشي للفرجه، انما للعبره. باش اي بنت كتسمع القصه ديالي تفهم واحد الحاجه مزيان، ماشي كل فرصه تبان لك ثقي فيها دغيا، وماشي اي واحد قال لك حقا انا خدام في هذا المنصب وغادي نقدر نعاونك. ما تثقيش بيه دغيا، خصوصا هاد النوع، حيت كاين اللي كينتحل شي صفه باش يقضي الغرض ديالو. وما تخليش النية والطيبة ديالك يدمروك، خصوصا الا ما عرفتيش فين تحط رجليك. بغيتكم تسمعوا قصتي كامله، حيت يمكن تنقذ حياة شي حد، ويمكن تكون سبب باش حتى واحد ما يعيش داكشي اللي عشت. قصتي بدات ملي كانت عندي 17 عام. كنت بحالي بحال اي بنت، والطموح اللي كانوا عندي نولي موديل، نولي مشهوره في السوشيال ميديا. ما كنتش كنظن غادي يجي شي نهار اللي غادي نعيش فيه واحد التجربه اللي غادي تبدل حياتي كامله. نهار بدات القصه ديالي كنت جالسه في البيت ديالي، شدت التليفون ديالي وداخله الانستغرام، حتى لقيت واحد الاعلان في ستوري ديال واحد الصفحه كنقلبوا على وجوه جديده، حتى اللي ما عندوش تجربه مرحبا به. قلت مع راسي علاش لا، يمكن تكون هذه هي الفرصه ديالي. خصوصا ديك الفتره كنت مبليه بالبرامج بحال توب موديل، ديفايس، وكنت متبعه بزاف ديال عارضات ازياء اجنبيات. كنت كنتخيل حتى انا شي نهار نتشهر بحالهم ونعيش من النجوميه. ومع كنت طويله ولاطي ديالي هي هادي، كلشي كان كيقول لي كتباني بحال شي موديل، وكانوا كيشبهوني بواحد الموديل برتغاليه سميتها سارة سامبايو، ما عندي تقريبا نفس الملامح ديالها. المهم ضغطت على داك الرابط، كنلقى بلي دخلت واحد الباج، عمرت داك الفورميلير. المهم دازت 10 دقائق بالضبط، غادي يوصلني واحد الميساج في الانستغرام ديالي، واحد السيد كيقول بلي هو مدير ديال واحد الوكاله عندها علاقه بالاشهارات في العالم ديال الموضه. انا ديك الساعه تصدمت، دغيا جاوبني وبغاو يتواصلوا معايا. المهم انا قبل ما نجاوبو دخلت للحساب ديالو اللي ديال الانستغرام، كنشوف بلي داك السيد عنده اكثر من 300 كا حساب موثوق وفيه العلامه الزرقاء، تصور لي حاط ديال بنات ولاد اللي كيبانوا موديل محترفين، وكاع لي بوست لي حاط فيهم تفاعل والناس كتعلق على التصاور، وكيبان كانه شخصيه معروفه في الميدان. المهم الحساب كيبان بروفيسيونيل. هنا غادي نزعم، حيت حيدت الشكوك ديالي كامله، وعند بالي بلي انا مطوره، ولكن ما كنتش عارفه بلي غادي نطيح في واحد المصيده كبيره اللي خرجت لي على حياتي. وما كنتش عارفه بلي كاين نوع ديال النصب والاحتيال اللي كيشريو حسابات موثوقه وتعالق كيكونوا اغلبهم روبوتات او ناس مخلصينهم بس الصفحه تبان موثوقه. المهم قريت الميساج اللي صيفط لي داك السيد، كتب لي السلام فلانه، شفت البروفايل ديالك وعندك وجه زوين وتقدري تكوني موديل ناجحه. انا ديك الساعه بغيت نضرب بالفرحه، قلت ليه شكرا بزاف والشرف ليا. وباش نكون صريحه معاكم، الطموح ديالي وقله التجربه ديالي خلاتني نثيق دغيا. انا كنت من النوع اللي كتثق بسهوله، الريح اللي جاي يديني. ما عمرني كنت عارفه كاينين نصابه او عصابات كيتاجروا بالبشر بحال هاد الشكل، حيت تربيت وسط واحد العائله اللي كيخافوا عليا بزاف، خصوصا انا الوحيده اللي عند والديا، ومفشيني ومفري لي اي حاجه، قراوني في احسن المدارس، وانا كنت اي حاجه بغيتها ولا درتها في راسي خاصني نوصل لها. ولكن ما كنتش عارفه بلي العالم الخارجي فيه ناس بحال الوحوش اللي كيستغلوا اي واحد شافوه هنيه وما فاهم حتى حاجه. المهم قال لي خاصني نعرف واش تقدري ديري جلسه تصوير بسيطه باش نشوف واش تقدري تخدمي معانا. انا هنا سولته، قلت ليه فين وشكون المصور وشنو غادي نلبس؟ قال لي واحد النبره ديال الاكتراث، لا ما تبرسي راسك من هاد الناحيه حيت كلشي قانوني، وغادي نعطيك التفاصيل في المرحله الثانيه، غير خاصك تباني طبيعيه ملي نشوفوا الصور ديالك. منين سولته على العنوان والمقر ديالهم، انا غادي يجاوبني المقر كيتواجد في الدار البيضاء، ولكن حنا دابا كنخدموا بزاف عن بعد. داكشي اللي قال في الاول ما عجبنيش، لكن قلت مع راسي يمكن هادشي عادي في المجال ديال الموضه، وهاد الجمله كانت اول خطا درت. من بعد داك النهار انا صيفط ليه شي تصاور ديالي، تقريبا 3 تصاور، وغادي يتواصل معايا المره الثانيه. نهار كامل تقريبا كيصيفط ليا وما خلاش لي الفرصه باش نشك، بالعكس كان كيحاول يوريني باللي هو محترف في الميدان. وفي الصباح لقيته قال لي تبارك الله عليك،
عندك حضور، غير خاصني نعرف كيفاش بالضبط كتطلعي في التصاور الطبيعية ديالك. سولتو قلت ليه اشنو كتقصد بشكل طبيعي، حيت التصاور اللي صيفط لك ما مصايبين حتى فلتر او فوتوشوب. هنا غادي يجاوبني قال لي لا، زعما صور عاديه بغيت نقصد بهم بلا مكياج بزاف، باش نشوفوا الملامح ديالك الحقيقيه بحال اي وكاله في العالم. هنا بان لي الكلام ديالو معقول، وهادشي اللي بان لي انا ديك الساعه. قلت لي صافي واخا، يعني دابا اشنو المطلوب مني؟ واش نمشي لشي ستوديو اللي هما اللي يصوروني ونصيفط لك التصاور؟ قال لي لا 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 لا، غير انت في الكفايه صوري راسك، ممكن تصوري لنا غير وجهك ولكن تكون الاضاءه مزيان. قلت لي اوكي. المهم صورت راسي بالتليفون بلا مكياج، مره شعري مربوط، مره مطلوق، ابتسامه خفيفه. صافي ساليت دوك التصاور وصيفطهم لي. هنا غادي يجاوبني دغيا، قال لي هاد هي الموديل اللي كنقلبوا عليها، عندك مستقبل كبير. الجمله ديال المستقبل كبير خلاتني نحس باللي صافي قربت للحلم اللي كان عندي من زمان. من بعد قال لي شوفي، بزاف ديال البنات كيشوفوا هاد الفرص وما كيعرفوش يستغلوها، وانت خاصك تباني احترافيه. عندي واحد العرض وخاص فقط بوجوه جديده، وبغيتك تكوني انت في هاد العرض. سولته قلت ليه اشنو هو النوع ديال هاد العرض؟ جاوبني قال لي غير تصور بسيط في البدايه، غير باش نعرضوك للمستثمرين في المجال اللي كاينين على اوروبا. وهاد الكلمه ديال المستثمرين كتخلع ولكن كتغري، وكان ذكي. كل كلمة كيقيس بها نقطة الضعف ديالي. داز داك النهار وانا كنت متشوقة، ومرة دخلني الشك، ولكن كان كيعرف كيفاش يطفيه. الليل قبل ما الناس غادي صيفط لي واحد فويس نوت، قال لي بغيتك تكوني مرتاحة، انتي ماشي بوحدك، انا مستعد نعاونك من البداية ديالك حتى توصلي لداكشي اللي بغيتي، وغادي نكون معاك خطوة بخطوة، وغير تابعي التعليمات ديالي وبلاصتك مضمونة على حسابي. هاد الصوت ديالو كان هذا وواتا، وهذا كان ثاني خطأ درسو، حيت انا بديت كنثق فواحد الانسان اللي ما عمرني شفتو حتى في وجهه. الغد اللي مع الصباح بكري فالقبل اللي صيفط لي ميساج، اليوم غادي نديرو اول جلسه تصويريه عن بعد، غير باش نشوفو الوضعيات ديالك. انا سولتو عاوتاني قلت ليه شنو كتعني بالوضعيات؟ سمعه فلانه بلا ما تشوشي، هذه خدمه احترافيه وغادي نوريك كيفاش. بهاد الطريقه كان كيبدا يقرب من الخطه ديالو شويه بشويه وبلا ما نحس. حتى غادي نلقى راسي في شي حوايج اللي انا ما كنتش كنتخيلهم نهائيا، وهادشي كامل ما عودتو لحتى حد، حتى من صحاباتي ولا ماما، حتى واحد ما فراسو بلي انا كنتواصل مع واحد الشخص وكنتصور في البيت ديالي وكنصيفط لهم تصاور. حيت هو اصلا من البدايه ديالو كان قال لي بواحد الطريقه مشفره، خاصك دوزي المراحل الاولى باش تقبلي، ومن الافضل ما تقولها لحتى شي حد حتى تقبلي، وديك الساعه فاجئي بها ماماك وصحاباتك. ودابا بغيتك غير تركزي معانا باش تنجحي، اما من الناحيه ديالي انا ضامنك باللي غادي يعزلوك حيت عندك جميع المؤهلات. صافي انا ديك الساعه فرحانه، كنقول هادي غير اول خطوه وما كاين حتى خطر، يعني كلشي كيبان موثوق، ولكن انا كنت غالطه وبزاف. جا نهار جديد وكنت كل حماس وطاقه ايجابيه. المهم داك النهار فقت فكري، دوشت وفطرت، ومن بعد درت مكياج خفيف وبديت كنوجد راسي. قلت مع راسي اليوم يمكن تكون البداية ديال حياتي جديدة. هزيت تليفوني كنقلب فيه، دخلت الانستغرام كنلقى بلي بزاف لي ميساج كتفي واش وجدتي راسك، حيت اليوم مهم بالنسبة لينا. جاوبتو بإيه انا موجودة. قال لي مزيان، دابا غادي نعطيك وضعيات بسيطة، غير تابعي التعليمات ديالي وكلشي غادي يدوز مزيان. انا اول مرة غادي نشوف الوجه ديالو. استغليت داك الصباح نيت حيت والديا كانوا خدامين. المهم فتحنا كاميرا ديال الواتساب وكيبان واحد الانسان معقول، وغادي تكون في العمر ديالو ديك الربعينات، وبحال الا جالس بشي مكتب كبير. المهم عطاني ابتسامه صغيره وقال لي كتباني زوينه وباين عليك باللي مهتمه بزاف. قلت لي هذا هو الحلم ديالي، كنحلم ندخل لهذا المجال ونطور من راسي حتى نولي مشهوره. قال لي كلشي قريب، ولكن الا كنتي كتبغي هذا المجال ودرتي المستحيل على ودو غادي تنجحي وغادي تحققي داكشي اللي كتمناه. المهم كملنا الهضره ديالنا، وقال لي يلا حط التليفون ديالك فشي بلاصه سكيه مزيان وجي حدا شي جهه اللي فيها الضوء واللي قلت لك ديريه. قلت لي صافي واخا. وهنا بدينا باول وضعيه، وقفي قدام الحيط ابتسم ابتسامه خفيفه، ديري بحال الا بغيتي تصوري من الجنب، شويه دوري باش تباني من القدام. المهم درت كاع داكشي اللي قال لي عليه وكل شيء كان عادي. صافي انا قلت مع راسي واخا انا ما كانش عاجبني الحل من الاول، ولكن هادشي راه مهني وخاصني نتبع التعليمات ديالو. من بعد قال لي مزيان، ولكن خاصنا نشوفو الثقه في الجسم ديالك حيت هذه حاجه ضروريه في الموضه. انا غادي نوقف شويه، حسيت في الكلام ديالو جاني بشي شكل. قلت ليه شنو كتقصد؟ هنا غادي يجاوبني،
غير غادي تصوري بحوايج اللي يكونوا مريحين، مثلا تيشورت خفيف ولا كسوه قصيره، باش نشوفوا طريقتك التصوير اكثر. غادي نقول مع راسي بلي هادشي عادي، يعني في الموضة البنات كيتصوروا بهذا اللباس. بدلت الحوايج ورجعت، انا غادي يدير واحد الاعجاب، قال لي واو عندك حضور، هذه هي الموديل اللي كنقلبوا عليها. صافي انا بديت كنرتاح ليه وحسيت براسي فعلا كنقرب للحلم ديالي. ولكن من بعد زاد خطوه صغيره ولكن خطيره. إن قال لي باش نعرفوا كيفاش كتحركي خاصني فيديو قصير وانتي كديري الوضعيات مختلفه. قلت لي واخا، يعني اي حاجه كان كيقولها لي كنت كنديرها. صورت فيديوهات بالطريقه اللي بغا. ملي ساليت صيفط لي كاع دوك الفيديوهات. غادي يجاوبني بمزيان بزاف، لكن خاص حركه تكون اكثر حريه. حسيت بواحد الاحساس غريب، ماشي خوف ولكن شي حاجه داخليا كتقول لي هادشي بزاف. وغادي نجاوبو، قلت ليه كيفاش. غادي يرد عليا وغادي يرد عليا بكل ثقه، اللي خلاني ما نشكش فيه نهائيا. صيفط لي بعض الصور وفيديوهات ديال بنات ودراري وقال لي هادو خدامين معانا، وبغيت بحال هاد الصور تقريبا باش نشوفو. بقيت كنخمم مع راسي، قلت هادشي راه مهني وخاصني ندير داكشي اللي قالي باش نتقبل عندهم. المهم بقيت ساهيه واحد شويه، حتى صيفط لي ميساج اخر وغادي يقول لي بلا ما تقلقي، انتي ماشي بوحدك وانا هنا باش نعاونك، والوكالات العالميه كيطلبوا هادشي كامل. وبدا كيخلط الحقيقه بالكذوب والطمأنينه بالضغط، وباش يزيد يقنعني وقال لي شوفي، الا بغيتي نحبسو هنا والا ما عجبكش الحال نقولها لي باش ما نضيعش وقتي، ولكن غادي تخسر واحد الفرصه اللي هي كبيره بزاف. حيت انا عندي علاقات مع وكالات اجنبيه وهما طالبين بنات اللي يخدموا معاهم، لكن الخيار كيرجع لك انتي. هاد الجمله اللي قال لي قتلت لي المنطق، ولكن في الاصل راه كيدفعني شويه بشويه لطريق خطيره. وانا كنت بديت كنتجاهل داك الصوت اللي كينبهني، وباش ما نبانش ضعيفه قلت ليه لا غادي نكمل معاكم. وهذا الجواب كان اكبر خطأ درته عاوتاني، وما خلانيش فيه نشك فيه نهائيا. كيصيفط باللي هو كاين وسط واحد الوكاله شويه كيصور لي شي جلسه تصوير، وكيقول لي دابا حنا خدامين مع بنات ودراري اللي عندهم اقدميه، وهادو بداو معنا شحال هادي والحمد لله دابا خدامين حتى على برا. وهنا غادي يخليني نثق اكثر. زعما انا ما عنديش الوقت وما بغيتش نضيع وقتي. صافي انا تعميت، واي حاجه كيقولها لي كنصيقها، خصوصا واحد البنت اللي عندها 17 عام ما عنديش تجارب باش نفهم هاد العالم، وما غاديش تصوروا شنو وقع من بعد. المهم من بعد ديك الجلسه اللي درنا، من بعد لحظات كنخمم بحال الا شي حاجه ما كانش كتعجبني، لكن ما قدرش نربط النقاط. قلت مع راسي يمكن غير انا اللي كنفكر بزاف، اصلا بين السيد مشغول وكيعاوني باش نخدم معاه. ايوا وصلت العشيه غادي صيفط لي ميساج طويل كتب لي فيه شفت الفيديوهات ديالك كاملين وعندك طاقه كبيره، والمستثمر اللي قلت لك عليه حتى هو مهتم بزاف وبغى يشوف جلسه ثانيه ولكن تكون اكثر احترافيه. انا غادي نسولو، قلت لي علاش شنو الفرق ما بين الاولى والثانيه. غادي جاوبني قال لي الاولى غير باش نتعرفوا عليك، اما الثانيه باش نقيموا الحضور ديالك امام الكاميرا. غادي نقول ليه وفين غادي نديروا هاد الجلسه ديال التصوير. غادي يجاوبني عن بعد، يعني حتى هي عن بعد، ولكن خاص تكوني في واحد المكان اللي هو مضوي مزيان وبملابس مهنيه. الصراحه انا ديك الساعه ما بغيتش نبان باللي كنشك، ولكن بديت كنسمع واحد الصوت في راسي كنقول هادشي ماشي منطقي، حنا هادشي كامل عن بعد بلا ما قار بلا عقد. ومع ذلك قلت ليه صافي واخا، شنو غادي نوجد وشنو غادي ندير. قال لي بواحد الجمله اللي حسيت بها صيرت لي صدري، اللباس خاص يكون ديال جلسه احترافيه وضروري تكوني مرتاحه. صراحه ما فهمتش غرضه الحقيقي، ولكن فهمت انها خطوه جديده. قال لي باللي خاصك تلبسي دو بياس يكون اللون ديالو نواغ والصوره الثانيه بلون احمر ولا ابيض. هادشي اللي تنقول لك عليه راه كيطلبوا الوكالات ديال الموضه العالميه. يلا بغيت نكتب ليه لا ولكن تراجعت. حسيت واحد الضغط غير مباشر. اولا ما بغيتش نخسر الفرصه، وثانيا خفت يضحك علي ويقول لي انتي اصلا صعيب عليك هذا المجال، حيت خايفه بزاف. وثالثا حسيت براسي باللي وصلت لوسط الطريق وما بغيتش نرجع. هنا وقعت لي اول شراره ديال الخوف، ماشي خوف كبير، غير بحال واحد دقه في القلب كتقول هاد السيت راه فات الحدود وانتي ما عارفاش واش توقفي هادشي ولا لا. صافي انا واحد شويه غادي نجاوبو، وجاوبتو بواخا. ولكن قبل ما نسالي قال لي دابا كتحققي تقدم كبير، غير تبعي التعليمات ديالنا وما تخافيش وانا معاك. هاد الجمله كانت بحال
شي يد كتجرني لقدام وانا مازال داخليا كنحاول نقاوم. لبست داكشي اللي بغا وتصورت بجميع الطرق اللي قال ليا. وكما كيقول هادشي جا من عند الوكالة اللي على اوروبا، هي اللي طلبت هاد النوع ديال الصور. صور حدا الحيط، فوق الكرسي، حدا الباب، فوق الناموسية، يعني بجميع الوضعيات اللي طلب. ديك السيمانة كانت البداية الحقيقية ديال الضغط النفسي اللي ما عمرني تصورت غادي نعيشو. المهم دوزت ديك الليلة وانا كنقلب في التليفون، كنشوف فيديوهات ديال العريضات، الصفحات ديالهم والصفحات ديال الوكالات. كنحاول نقنع راسي بلي هادشي طبيعي، انني غادي ننجح، ولكن الصراحة كنت كنخاف نكون غالطة. المهم على 10 ديال الصباح غادي يوصلني من عنده واحد الميساج اخر. انا غادي نتصدم حيت كتب لي عاوتاني بلي المستثمر كيتسنى منا جلسة اليوم وما بغيناش نخسروا الفرصة. لقيت راسي كنكتب بلا ما نفكر. قلت لي واخا، شنو غادي ندير بالضبط؟ غادي جاوبني سيري البلاصه تكون هادئه والضو يكون مزيان، ولبستي عاوتاني نفس داكشي اللي لبستي اخر مره، وبغيتك تكوني مرتاحه وبلا توتر. يلا نبدل عليا حتى كنحس براسي ما مرتاحاش. شي حاجه داخليا كتقول لي هادشي ماشي معقول، ولكن في وسط داك الخوف كان واحد الصوت اخر كيقول لي الا درتي هاد الخطوه يمكن غادي تفتحي باب كبير. وباش يزيد يضغط عليا صيفط لي واحد سكرين شوت فيه واحد الرساله باللونجلي على اساس انها ديال داك المستثمر، مكتوب فيها محتاجين نشوفوا الثقه ديالها ضروري ومحتاجين صور اخرين. انا ما كنتش عارفه واش الرساله صحيحه ولا في بركه، لكن الرساله دارت لي واحد الضغط وكتبت ليه بتردد واخا. المهم جاوبني دغيا بحال الا كان كيتسنى فيا. قال لي برافو عليك، انتي بواحد البنت اللي قويه، والبنات اللي كيخافوا ما عمرهم كيوصلوا. بديت كنقول مع راسي غير صور وهادشي عادي ودغيا غادي يدوز. وقفت قدام الكاميرا وبديت كنتصور، درت الوضعيات مختلفه وكنحاول نبان طبيعيه، ولكن كنتصور بواحد الوضعيات اللي ما فيش يشكل. من بعد نص ساعه صيفط لي كاع دوك التصاور سائل الفيديوهات. هنا ما غاديش يجاوبني مباشره وبدا قلبي كيضرب. حتى دازت تقريبا نص ساعه غادي صيفط لي واحد الميساج كتب لي فيه شوفي صراحه خاصنا نزيد واحد خطوه صغيره حيت ناقص واحد الفيديو باش نقنعوا المستثمر. انا هنا عقلي وقف، عييت. كل مره كيقول لي صافي غير هاد التصاور وغادي نسالي، يمكن الهدف ديالو باغي يوصلني لشي حد اللي انا ما باغاش نوصل ليه. انا غادي نجاوب قلت شنو هو النوع ديال الفيديو اللي باغي نمثل. جاوبني بواحد الطريقه مبهمه، غير فيديو يكون واضح الحركات ديالك وبثقه اكثر، وما تنسيش كلشي داخل في اطار مهني، حيت بعض الفيديوهات اللي صيفط لينا راه ما واضحينش. قلت له شوف انا نجيك من الاخر، انا ما مرتاحاش لهذا الشيء. وهنا جا الجواب اللي قلب اللعبه كامله. قال لي ما يمكنش تخدمي معنا الا كنتي كتخافي، وغادي نضطروا نستبدلوك بواحده اخرى حيت بزاف ديال البنات كيتسناو هاد الفرصه. انا هنا تلفت وما عرفت ما ندير، حيت شد لي الحبل من جوج جهات. اولا خوف نخسر الفرصه، وخوف نطيح فشي حاجه اللي ماشي مهنيه. وباش يزيد يضغط صيفط لي رساله قاصحه، شوفها فلانه ضيعتي لنا الوقت بزاف. هاد الجمله جرحاتني وخلاتني نحس بالذنب رغم انني انا الضحيه. وهذا هو التلاعب الحقيقي، كيخليك تحس بالذنب على شي حاجه اللي هما باغيين يديروها ليك. وهنا درت اكبر غلطه، قلت لي اسمح لي وعافاكم عطوني فرصه اخرى وغادي ندير كاع داكشي اللي طلبتو مني. المهم صورت كاع داكشي اللي بغاو، ومن بعد داك النهار بقيت كنحس براسي غرقانه وسط واحد الدوامه. مره كيبان لي فرصه كبيره، ومره اخرى كيبان لي بلي هادشي اللي انا فيه فخ واضح، ولكن الحاجه اللي كانت كتحكمني هي الخوف من نخسر كل شيء. المهم مع 8 ديال الليل صيفط لي ميساج اخر وقال لي بلي المستثمر باغي يشوف فيديو اخر ولكن بطريقه اخرى. الصراحه كانت طريقه صعيبه عليا، حيت قال لي نغطي المناطق ديالي بيدي وبلا حوايج حيت هادو وكاله اجنبيه، وباش توصلي ويقبلوك هادو من الصور اللي كيطلبوا باش تكون عندك فرصه كبيره في اوروبا وامريكا. وهذه اخر خطوه، الا ضيعتيها غادي تضيعي كاع الخدمه اللي درتي من البدايه. وانا كنصحك ما تضيعيش هاد الفرصه، حيت قليل اللي كتجي فرصه من عند وكالات كبار في اوروبا. وباش ياكد كلامه وراني واحد العقد اللي مبين بلي مصور، ولكن انا ديك الساعه ما كنتش عارفه. قال لي شوفي هذه اخر خطوه، الا ما درتيهاش اليوم راه غادي نلغيو كل شيء. انا ديك الساعه وقفت وحسيت بحال الا شي حاجه مصيره على قلبي، خصوصا ملي كنسمع كل مره كيقول لي هذه اخر خطوه. يعني سمعتها بزاف د المرات من عنده، وكل مره كيزيد يطلب مني صور جداد وفيديوهات جداد وبوضعيات مختلفه. هنا غادي نكتب ليه، قلت لي فهمني مزيان شنو باغي بالضبط، حيت ما بقيتش فاهمه والو. اصلا انت ما صيفطتش لي العنوان ديال الوكاله ديالكم، وعلاش ما نديرش عندكم انا جلسه تصوير اللي نتوما باغيين؟
وعلاش كطلبوا مني بلي انا اللي خاصني نصور راسي؟ هادشي انا ما عمرني سمعته من قبل ولا فهمته. انا غادي يجاوبني بواحد الطريقه قاصحه، قال لي ما تبقايش تسولي بزاف الا بغيتي توصلي. انا حبست ما كتبت ليه والو، وبدات سال اسئله كدور في دماغي. علاش ما عطانيش عنوان المقر ديال الوكاله ديالو؟ علاش كل مره كيقول لي ندير وضعيات مختلفه؟ علاش كيبغي كلشي يبقى سري؟ يعني بزاف ديال الاسئله طاحوا في راسي. صافي انا في واحد اللحظه نضت كنرجع للور. هنا ما جاوبتوش. غادي يوصلني من عنده واحد الميساج من بعد 5 دقائق. كتب لي علاش ما كتجاوبيش؟ انا ديك الساعه قريت الميساج وما بغيتش نرد عليه. من بعد 24 ساعه كنلقى مصيفط لي باللي عندي تصاورك وفيديوهات ديالك كاملين، يا اما تكملي شنو كنقول لك عليه ولا غادي تخسري كلشي. هنا تصدمت، ما بقاش كيستعمل داك الكلام ديال الاحترافيه، ولا كيهضر بكلام ديال الضغط والابتزاز. وهاد الكلمه كانت كافيه باش نفهم الحقيقه كامله. انا ماشي موديل، انا فقط واحد الهدف اللي بغا يستغله. وكاع داكشي اللي كان كيقول الثقة، الطمأنينة، الوعود، الضغط، كان غير باش يوصل لديك النقطة اللي يقدر يستغلني منها. والتصور ديالي باين بلي كيتاجر بيهم. ملي شد داك التهديد جاوبته بواحد الجملة، قلت لي انت ما عندك ما دير، والتصور اللي عندك ما غاديش تخلعني بيهم، وبلا ما تزيد تضغط عليا مازال. وباش نكون صريحة معاكم، صراحة انا في ديك اللحظة يدي كانت كترعد، حيت تخلعت بزاف. المهم درت لي بلوك من كاع البلايص ومسحت كلشي. مشيت عند واحد صاحبتي وعاودت ليها كلشي، وهي تقول لي بالحرف الحمد لله نجيتي في اخر لحظه، راك كنتي غادي تمشي بواحد الطريق اللي بزاف ديال البنات ما كيقدروش يرجعوا منها. بغيت غير نعرف واش لهاد الدرجه تكلختي؟ غير كيقول لك صيفطي وانت كتصيفطي. انا ديك الساعه بديت كنلوم راسي، وقلت له راه لعب ليا بنقطه الضعف ديالي، وراني عقود مصوره والمقر فين خدام والجلسات ديال التصوير والسفر لاوروبا على ود الخدمه. لعب عليا حتى التعميل وثقت فيه. صافي انا بقيت جالسه مع صاحبتي. من بعد ما بلوكيتو مشى صيفط التصاور ديالي للناس اللي كنعرف في الفيسبوك انستغرام، حتى كيوصلوا التصاور ديالي لبابا. وقبل ما نرجع للدار غادي يصوني ليا في التليفون ديالي هو وماما. انا غادي يلقاوني عند صاحبتي. هذيك الساعه كي جاوبت بابا بدا كيغوت بعصبيه، قال لي شوهتيني، شوهتي السمعه ديالي. انا في ديك اللحظه كلي كنترعد وكنبكي، حيت عرفت باللي شافوا التصاور ديالي. صافي انا ديك الساعه كنقول تشوهت. وفي نفس اللحظه واحد البنت كنعرفها صيفطت لي ميساج وفيه التصاور ديالي، وقالت لي راه كاع التصاور ديالك والفيديوهات ديالك ملوحين في واحد الجروب. شي حد صيفط لنا ليا انا والبنات. وانا ديك الساعه بقوه الخوف ما فكرش مزيان، وباش نصحح الغلطه ديالي درت غلطه اخرى. مشيت خرجت من الدار ديال صاحبتي. ديك الوقيته قرب المغرب. المهم انا ديك الساعه مشيت نيشان لجهه الكيران، وركبت في واحد الكار اللي كيدي لطنجة. صافي هربت وما بغيتش نرجع للدار ديالنا. بقيت كنتلوح في السناقي تقريبا مدة 15 يوم، 15 يوم كاملة. والدي كيعيطوا في التليفون، وانا في دوك الايام الاولى كنضرني الجوع. بعت التليفون ديالي لواحد السيده تلاقيتني في المحطه، بعت لها رخيص بزاف وخليت بيه حتى كارت السيم ديالي. المهم في نفس النهار غادي يصوني والديا، غادي تجاوبهم ديك السيده اللي بعت لها التليفون ديالي. قالت لهم باللي مولا التليفون هي اللي بعثوا ليا. قالوا لها فين تلاقيتيها؟ عطاتهم البلاصه فين تلاقاتني. قالت لهم بلي كتجلس حدا المحطه. المهم والديا جاو لطنجة كيقلبوا عليا تقريبا مده 4 ايام وهما كيقلبوا، هازين التصاور ديالي وكيسولوا الناس. صنعت لهم واحد الكارديان بلاصتي، قال لهم باللي نفس البنت اللي كاينه في هاد التصويره كتشبه لواحد البنت كاتبات في هاد الزنقه اللي كاينه اللور. هو يمشي معاهم حتى وصلوا لديك البلاصه. قال لهم هنا فين كاتبات هاد البنت، وهاد الكرتونه اللي محطوطه هنا هي اللي كتجلس عليها. وقال لهم شتو شنو غديروا؟ تسناوها هنا ولا من الاحسن نرجعوا في العشيه مع ديك الثمانية. غادي تلقاوها رجعات جالسه في البلاصه ديالها. والدي هنا كيتسناوني حتى كان بان لهم جايه، وحالتي حاله، حوايجي موسخين، شعري مشعكك وضعيفه بزاف. كنت واحد البنت اللي داخله سوق راسها وبنت دارهم لوحدها متشرده وكتاكل من الدوار ديال الزبال. من بعد ما مشيت مع والدي للدار ديالنا، هنا غادي نديرو شكايه عند البوليس. صراحه ما لقاوش راس الخيط، حيت كلشي مفبرك والملف مازال ما تسدش. المهم انا كنتسنى يبان شي دليل اللي يشدو ديك الشبكه اللي كتتاجر في البشر. وهاد القصه بغيت تكون عبره لاي واحد. انا رجعت لدارنا، ولكن ما بقاش كيف الاول. انا ما بغيتش البنات يطيحوا في شي فخ بحال هذا ويستغلوكم. الاستغلال كيبدا بالضحك وبوعود بحاجات بسيطه، واي واحد كيهددك كيتعتبر مجرم. وداركم راه ماشي اعداء، واي مشكل طحتي فيه هما الملجأ ديالك. والهروب ما عمره ما كان حل، حيت ديما كيخلي واحد الجرح اللي هو كبير بزاف. وكنتمنى كل بنت سمعت هاد القصه تكون اذكى مني وتشوف الخطر قبل ما يغرقها. وهذه قصتي.